تحكي قصتها ومشكلتها، لأنه مهما كان البيوت أسرار، مهما كان ما في بيت ما فيه مشكلة، ما في إنسان عايش مرتاح البال، لكن بيقولوا ستر الفضيحة متباريات. الناس دي كلها عندها مشاكل، بس انت كيف تعرف حياتك دي ترتبها والمشاكل دي تعالجها، حتى لو ما تعالج تتعالج مع الزمن، أو بيكون عندها حلول جذرية. بس ما حل أنا أمشي أقعد أحكي للناس، لأنه الناس عمرها ما بتحل لك مشكلة غير تتفرج فيك وتعمل لك تلفزيون وفضيحة. والكلام ده أنا كان قبل سنة عاملة بيه فيديو قاعد جوا في صفحتي دي، بتلقوا قاعد فيديو رفعته وصية لأخواتنا النساء اللي بيطلع عم بيحكي قصص ديل، حاجة ما كريمة، لأنه عندكم أطفال اللي بتحكي قصتها دي عندها مشكلة مع راجل، عندك أطفال. الفيديو ده الليلة هم عمرهم 6 شهور، ولا واحد عنده قاعد يرضع، ولا واحد في الروضة، ولا واحد غبيان عمره 5-6 سنين في أولى ولا تانية أساس. ما هو بيكبر الشافعي ده وصوتهم ما بيغباو، حتى لو انت خاشة بيوزر، خاشة بالفراشة الحمراء ولا خاشة بالوردة البنفسجية، صوت امه ما بيغبى، وبيعرفك يوم من الايام بيلقاك لافه في حته، وخصوصا لو قصتك كانت رهيبه وفظيعه وزدت لها توم وجمار وضربت اكسبلور، بيلقاها في الفيس، بيلقاها في الاحمر، بهناك بيلقاها هنا في التيك توك، وحتطلع تطبيقات تاني بيلقاها. حيكبر الشافع ده وبيسمع يوم من الايام انه ابوه ده كان خاين، او كان سكير، او كان عربيد، او كان زول اكل حق ناس، او انت كنتي. بيسمعوا القصص دي كلها، او حبوبته زي ما بيحكوا نسوان، بيجي يقول لك خانني مع اختي، قبضته مع صاحبتي شلبت، قصص كده غريبه، قصص غريبه. دي الواجب فيها الستر، انك تتستر في امر زي ده. راجل ما نفع معاك فوتي خليه واستري حالك، او انت مرة لقيت سجمان رمضانه فوت خليه واستر حالك. يلا لا دارين نطلعوا يحكوا كانه الدنيا دي ما ماشيه. انت ممكن بكره بعد بكره حاجات القصه ممكن تنجرم تموت، بنتك بتجي تسمع او ولدك بيجي بيسمع. انا ما عارفه الناس دي ما بتفكر ليه، والواحدة تعمل فيها نفسها شاطرة ورهيبة تحكي قصة، وانتي أسوأ ما يكون، لأنه ما عندك مخ بتفكري إنه أطفالك ديل حيكبر يوم من الأيام انتي ما ضامنة نفسك تعيشي، ممكن تموتي، وهم الكلام ده يقعد لهم يجوا يلقوا كلام زي ده، وحيعرفوا إنه دي أمهم أو ده أبوهم أو دي خالتهم أو ده عمهم. كلام عجيب صراحة يعني. دي كلها حاجات واقعية وحاصلة. الكلام ده ما ممكن أطفالكم دي لما يخشوا المدارس يعيروا بهم في المدارس، في قصص واضحة، لأنه احتمال انت بتفتكر نفسك ما عارف. شوف على الجيران، مرات بنات الجيران وولاد الجيران بيكونوا بيعرفوا أصواتكم. ما في حاجة اسمها يوزر في الميديا دي. العالم ده الآن بقى عالم ضيق، الناس دي كلها بتسمع وبتشوف. إذا إحنا الناس اللي بيجوا بيطلعوا عندنا جيستات هنا مرات بنعرف أصواتهم، ما في حاجة اسمها يوزر. شوف انت بتقول الكلام ده في كم زول من أهلك وناسك وأصحابك سمعوا الكلام ده، بيعرفوا صوتك، بيعرفوا. ما أنا اللي عندي صاحبتي صوتها ده مستحيل يغباني، لو سمعتها في أي لفة خاشة بأي حساب إن شاء الله بتاع عبد الجبار بسمع صوتها بعرفها طوالي دي صاحبتي. بنت خالتي بعرفها طوالي، بنت خالتي ما بتغباني. ما فضايح دي فضايح، لكن ما فكروا في ده طبعا، ما فكروا في ده. بكل الغباء في الدنيا واحد تكون فرحان انها تحكي الموضوع ده، وبعد ذاك الكومنتات ها قالوا انا غلطانه ولا انا صح ولا انا شفت ولا انا رهيبه كده. الفاضل قال شنو؟ وين الفاضل؟ طيب يا الفاضل، نحن انت قلت بس هنا عن الخيانة، مفروض ما يتكلم عن النهاية لأنه هنا السابقات فيها. طيب أمر الخيانة ده نحن ما بنقدر نجزم نقول هم السابقات ولا انتوا السابقين، ده أمر بعد ده شخصي وبرجع، وده داير دراسات، الناس تعمل دراسات عديل وإحصائيات تجي تعرف من هم الأكثر خيانة، الرجال أم النساء. وده موضوع صعب إنه الواحد يعني يفصل فيه، لأنه بيختلف حسب العادات والتقاليد حقت الدول، الأديان، أوضاع كثيرة بتتحكم في الموضوع ده، وصعب نجي نقول بغض النظر كل زول يكون ملتزم بنفسه. ما بنقدر نقول كده ولا كده، لكن بنقدر نتكلم عن استاندر الأخلاق بس، لأنه الخيانة دي ما عندها راجل ولا مرة، ما عندها زول سابق التاني فيها. ممكن تبقى بيلعب فيها الوازع الديني، القناعات، التربية، حاجات كتيرة، كرامة الإنسان نفسه، حفظه لأسراره وحقه وحاجاته. فما نقدر نجي نقول
يعني هو مسابقات. يعني هسه كلامك ده أنا ما بقبله، لأنه فيه اتهام واضح للمرأة إنها هي أكثر خيانة وسابقينكم في الخيانة. ولو كانت قالته مرأة أنا برضو ما حأكبر حدافع عنكم، لأنه بقول لها ما عندك دليل على إنه الرجال أكثر خيانة. فإذا كل زول يكون في حاله وما بنقدر نقول كلام زي ده، عرفتها؟ لكن بيبقى الفكرة في إنه وإن كان في خيانة بغض النظر من ياتو طرف، الناس تستر حالها. ما من الرهابة أجي أطلع في قست وأحكي أقول والله راجلي خاين وأنا أكون جايبة منه أطفال. ما من الذكاء والرهابة أنت تطلع في قست وتقول زوجة الخاين وأنت جايب منها أطفال. يا أخي قول ما جايب أطفال، ساكت كده بس. حاجة ما كويسة، ما كويسة، لأنه في النهاية بتتحسب عليك إنها زوجتك في يوم من الأيام. ما صح، لأنه حيعيروك بإنه أو بتبقى لك كده إنه أنت في النهاية زوجت لك مرة ما كويسة. يعني ما اخترت لك زول بيت رجال وبيت أسرة، ما كويس الكلام ده. انت ما اتحسبت، لانه في التاريخ كده بتاع السي في من هي خلاص بقت مرتك لحد ما تخش التراب. حتى لو ارتبطت برجل اخر ومضت وماتت، في النهايه حاجه يقول لك ده ما فلان، انت اتحسبت على، انت اتحسبت انه ليه انت راجل مرة. لو كانت مرتك الاولى وهي اتحسبت عليك انها زوجتك، حيقولوا دي ما طليقة فلان وجاد عرست فلان، فخلاص انتوا بقيتوا وإن انفصلتوا أسماءكم برضو مرتبطة ببعض. فما في داعي، ما في داعي. دي أسوأ حاجة، ما في داعي. وإلا ربنا ما كان قال الزانية والزاني، ربنا جابهم الاثنين. ما كان قال، كان يقول ده يصفوا بزان وذاك يصفه بحاجة، يقول والله ديل ما هم أكتر البيخونوا والبزنوا والبيعملوا الغلط. الله خدتهم بس ده مذكر وده مؤنث، خدتهم الاثنين على حد سواء، وخدت لهم نفس الحدود الشرعية في العقاب. عرفتها؟ لأن ربنا قال فاجلدوا كل واحد منهم كده 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 كده، أو اعملوا كده كده كده. فإذا ما في تفرقة بيناتهم. ده زاني ودي زانية واحد، ده خاين ودي خاينة، ما عندها مسمى تاني. ما في حاجة اسمها ده خاين وده والله يعني نشوف له مسمى تاني. اسمه خاين وده خاينة، يعني كاذب وكذابة، صادق وصادقة. هي كده، دي الحياة كده، في عدل في حاجات كتيرة زي دي، في تكافؤ كبير جدا. عرفتها؟ فأتمنى الناس ما تنظر للأمور كده. أتمنى الناس ما تنظر للأمور كده. الغلط يا أخوانا غلط. يعني زي ما إنه ما بنقبل نسوان يكشف عن حالهم، كمان ما في داعي رجال يكشفوا حالهم. أنا هسه قاعد نشوف، أنا شخصيا قاعد أشوف ترندات وفيديوهات وقصص لرجال كتير بيطلعوا حتى بيفتحوا صفحاتهم الشخصية بيحكوا مشاكلهم مع نسوانهم. كبتني وطردتني وعملت لي وسوت لي وجابت لي البوليس وكشحتني وعملت لي. ده شنو ده؟ انت ما ممكن تكون راجل بالطريقة دي. انت ما أول ولا آخر راجل مرة تطلقك. ولا في رجال عديد بيخلعون بيوتهم، واحد بيكون عنده بيت وحقه حاجاته بيلقى نفسه بعد شوية بدون شيء تنازل للمرة من البيت وعمل لها وسوى لها وطلقت منه وشالت الحاجات. لم تقول ده حق أولادي ومن حقها. ياما رجال هذا زمان ما كان في تيك توك وفيس والحاجات دي، هل جو طلعوا نفسهم في الجرايد قالوا والله المرة شالت مننا وعملت لنا وسوت لنا؟ ما صح يا اخوانا الكلام ده، ما عنده مبرر. غلط. هو الرجالة دي كيف يعني؟ وانت حتى لو كنت امرأة لازم تكوني بتتحلي يعني هو ذاته الدين ده الصبر ده قال لكم شنو؟ ما هو الصبر في الحاجات الزي دي، في انه زول يظلمك تصبر على الظلم، في انه انسان يعني يأذيك تصبر، في انه ابتلى يجيك تقول الحمد لله تحمد ربنا وتصبر. والصبر ده عملوا له يوقع ليه؟ قالوا مفتاح الجنة ومفتاح الفرج. تصبر الليلة ربنا بكرة فرجها. لكن اللي بقينا نشوفه نحن حاليا ده فضايح على مستوى الميديا. ما في حاجة اسمها ده الناس ما بتعرف الصبر، ده الناس ما بيعرفوا الله، ما بيعرفوا الدين. ده اللي بيعرفوا زي ما قلت نشر الغسيل والفضايح، وكل زول لازم يجي بقصة أرهب وأخطر. ليه؟ يعني انت بتعرف طريق ربنا ده كيف؟ ما ده حياة ما فيها ابتلاءات. الله يبتليك، هاي ابتلى. تتزوج ويطلع زوجك خاين، تتزوج ويطلع زوجك لا سمح الله كده، انت تتزوج امرأة وتطلع امرأة كده. ده ما ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. يلا الصبر وين في الحتة دي؟ الحياة ما فيها معانا. الناس دي كلها هي عندها مشاكل تخصها والله يا معاوية. لكن بقينا نشوف حاجات صراحة ما إنسانية وبعيدة من القيم، والناس ما بتعاين، لأنه والله الحاجات دي
أنا ممكن أولادي يوم من الأيام يشوفوها، أو والله يعني معايير أنا ما عارفة هما كيف. أو واحدة مثلا تقول لك لا أنا ما عندي شفعة، هسه ما عندك شفعة، بتحكي لك قصة غريبة، بكرة ممكن يكون عندك أطفال، يكون عندك أولاد، يلا هلا أولاد دول بيخشوا مدارس وكده وبتاع، تبقى لهم فضيحة. بنتك بعدين بتودي وشها وين؟ أو أنت الراجل اللي بتحكي ده، في رجال هنا بس بشوفهم بيحكوا قصص بتاعت نسوان، بيقول طلقها والله لي واحد اتنين تلاتة، بيجي بيفتح بها لايف، هي تفتح بها لايف، هي تنبذه وهو ينبذها. عرفتوا؟ بجيك لسؤالك ده يا علي ولا إيلي. كويس. يعني دي بتقعد لهم بعدين بنتك دي هتبقى لها وصمة عار، لأنه ممكن تكون الراجل اللي انت بتحكي عنه ده مثلا ما. فضيحة وطلعت كلمت عنها بسوء في الميديا، وما ألزم باقي الرجال وباقي العالم وباقي الدنيا يسمعوا كلام وسخ زي ده ليه؟ هي مرأة خاينة ما نافعة، خانتك بتاع قصص، ما صح تقول له في الميديا. ما الحياة دي فيها السترة كمان. انت ما أول راجل عشان تقول خانوك وطلقت عشان ما شطارة. ما والله خلت ربنا سبحانه وتعالى خلق الطلاق ده لأنه عشان تحلوا المشاكل، لأنه ربنا يعلم إنه في خاين وفي خاينة وفي كذاب وفي كذابة وفي زول ضلالي وفي واحدة ضالة وكله موجود. فتخيلوا الرجال اللي بيجوا بيتكلموا بحاجات فيها فواحش ديل، أنا قاعد أحتار فيهم صراحة. وبكون في ناس عندهم أطفال من النسوان ديل يجي يقول لك والله يا أخي خانتني مع صاحبي، ما بعرف ليك ما أعرف ليك دي واحدة تافهة، دي واحدة تيت 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 تيت، بيقولوا كمان الكلام واحد يعيف عنه اللسان، دي واحدة كده، دي واحدة. الله، ما هي تسوأ منها، هي لو سيئت تسوأ منها 10 مرات، لأنه لو هي قلنا في الوقت ذاك هي كانت ما نصيحة، بتاعتك ما نصيح، لأنه الآن بكامل إرادتك وقواك الشخصية فتحتها ميديا لايف بيشاهدوا 3000 نفر، وجيت قلت كلام في الزولة دي، بتاعتك ما نصيح. لأن أطفالك دي لو عندك منها ولد بكرة الناس حيعيروا الولد ده، حيقول له انت مش امك التيت تيت تيت، انت كده خطيت له وصمة عار، انت اسوأ اب في الحياة، انت زول سيء جدا، انت زول سيء. لو عندك بنتك دي منو بيجي يتزوجها بكرة؟ حيقول لها انت مش الامك تيت 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 اللي قبل كده ابوك قال عنها تيت تيت تيت، انت من الاسرة تيت تيت تيت. مباراة مصدع عليك دقيقة نمشي لسؤالك. حاضر. طيب قال رأيك شنو في تبادل خبرات الحياة والقصد منها الاستفادة والاستفادة البشر، استفادة البشر؟ لا غلط، ما في حاجة زي دي. البشر ما يستفيدوا على حساب قصصي أنا، دي فضيحة، دي بتقعد للتاريخ. يعني ما انت بتحكي أسرار، الكلام ده ما طبيعي انه انت تقوله، ما طبيعي، انت بتخجل، لكن هم بياخدوا الميديا كساتر، بيخشوا بوزارات، لكن الصوت ده اولادك بعدين بيعرفوا صوتك يا إيلي، انت كأب ولا كأم، اهلك ناسك، في ناس بتعرفوا وبعدين الكلام ده بينتشر، وفي ناس بيطلعوا كمان عينهم قوية بأصواتهم الحقيقية وما عندهم حاجة لزول، مع الغضب والزعل والحقارة والشكلة بيجوا بيقولوا الكلام ده اعتبروه كأنه حاجة زي ده، لأنه شافوا قدامهم اطمأن قلبهم، شافوا الحاجة دي عادية. ما زي لما مثلا طفلك تجي تديه دواء بتعمل شو، بيجيب لك كم شافع كيف تقوم تديه عصير ولا حاجة عشان هو يجي يعتبر الحاجة دي عادية وياه، فدل أخذوا على إنه أوكي فلان بيطلع بيقول وفلان بيقول، خلاص أنا ذاتي نشجع أطلع أقول، اعتبروها حاجة عادية بقت. ما عادية هي، ما عادية. عمر الفضيحة والعيب والحاجة الشينة وعدم السترة ما عادي، ما في حاجة اسمها استفادة. عمرنا كلهم نعرف الاستفادة دي من أهل العلم، إنك تجيب المعلومة من أهل العلم، من القانون، من الناس اللي بتديك دعم معنوي اللي هم الأهل الأصحاب الأقارب شديد. أهلنا زمان ربونا إنه لما نيجي ضيوف لو في موضوع في البيت الناس بيقول لك قطم على الموضوع ده، خلاص خليك عادي لأنه في ضيوف السترة.
لكن ما بنقعد نقلع هدومنا قدام الناس ونردح ونصفق ونقول تعالوا يا جيران شوفوا الحاصل علينا وحلوا لنا مشكلتنا وتبقى لكم عظة وعبرة. كيف يعني عظة وعبرة؟ انت ما ممكن تكون تلفزيون للناس. غلط الكلام ده، وده ما مبرر منطقي، انما انانية. ده زول بيبرر في حاجات غلط. ده زي زول بيشرب كحول وخمر، تجي تقول له بتشرب خمر ليه؟ يقول لك يا اخي والله ما عندي مشاكل. مشاكل دي شنو؟ مشكلتك شنو؟ نشوف لها حل. مشكلة اقتصادية، ما عندك قروش، عندك مشكلة مع زوجتك، عندك مشكلة في المدرسة، ما نجحت في امتحان، مشكلتك شنو نحلها. لكن ما مبرر لأنه أنت مش تشرب خمور. إذا أنت محتاج لمعالجة. ما في زول طبيعي بيجي بيحكي مشاكله بالطريقة دي. ده زول ما أوكي، في مشكلة ما طبيعية. وتبقى ونسة في القهاوي يا معاوية. فما في حاجة اسمها الاستفادة، لا لا، لأنه الخصوصية نشر المعلومات. هسه أنا معلوماتي دي ما برضى أدي تلفوني وحاجاتي ساي للناس، لأنه الخصوصية. خليه قصتي، وتلفونك ما بترضى تدي لي زول ساكت ساي كده، ما بترضى إلا زول عشوائي. فكيف أنا أجي أقعد أحكي قصة الناس كلها تتفرج؟ هي فضيحة دي يا إخواننا، عيب. وإنت لو عندك شخص قاعد في الشارع ساي يتشكل معاك ولا على صوته بتتحرج، انت صح ولا ما صح؟ والله غاية ولا تكونوا ما بني ادمين يا جماعه. يعني هسه لو عندي كلام خاص في تلفون ولا زول داري يقول لي حاجه، ما ارضى اتكلم قدام الناس. ولا في زول داري يقول لي كلام حار لي انا زول عندي معه موضوع، ما ارضى قدام الناس. خليه اجي انشر مشكله، اقول كده وحصل وبتجي. يا اخوان الحاجه دي ما طبيعيه. الناس دي ما اوكي، سيكولوجيا ما اوكي، في حاجه غلط. الطبيعي الإنسان معروف بإحساس الخوف، بالخجل، بالحياء، والحاجة دي عند الرجل والمرأة. دايما بيحاول يداري على حاجاته كده. دي النفس البشرية الطبيعية، إنك تداري على حياتك. لكن كونك تكون زول كده ومارك كده وده تحكي حياتك، انت فيك حاجة غلط، في شيء ما أوكي. انت ما أوكي، تظن ما نصيح. راجل ولا كان بقيت مرة، ما تمام. طبيعي ما تمام، في شيء ما تمام. فما في حاجة. أنا عموما يا إيلي أتمنى أكون وضحت السؤال ده من وجهة نظري، والله أعلم. بشوف إنه آه السترة كويسة شديد. ما في حاجة اسمها الناس تستفيد على ظهرك في قصص، لا لا. يعني ممكن الناس تفتح غرف زي دي تتكلم، ماله يعني غرف زي دي تتكلم بشكل عام. عندكم الآن الناس بتاعين المتخصصين في التطوير بتاع السلوك البشري والتنمية البشرية، علم النفس، الحاجات دي في ورش، في حاجات بيتكلموا بشكل عام، بشكل ممكن يكون فيه أكتر علمية، وتجارب ممكن تكون شكلها ما واقعية لكن أقرب إلى الواقعية، اللي هي عن طريق سرد القصص والأدفايز. أول بيكون بيقولوا على شنو هي النصايح. يعني نصيحة ممكن لو ما نفعت معك تنفع مع زول تاني، وانت تبحث عن معلومات تكون قريبة من مشكلتك أو تستشير، بتلقى النصيحة نفسها من جهات مثلا متخصصة. لكن بس ساي كده نجح أحكي قصة ساي كده ما كويس. فضيحة يعني، بشوفها فضيحة أكتر ما تكون. والإنسان دائما يا إخوانا بيتعلم من تجاربه. لو بتتفقوا معي، أنا بشوف أفضل شيء الإنسان ممكن يكون له عظة وعبرة إنك تتعلم من تجاربك، لأنه أنت الوحيد. شخصيتك ما نفس شخصيتي، وتركيبتك الذهنية والنفسية ومشاكلك وحياتك بتختلف عني توتاليا. عمرها ما حتكون مشكلتك مشكلتي، ولا حستفيد منها في شيء. الشيء الوحيد اللي أنا بعتبره إنه الإنسان بيستفيد منه هو أنت. أنا بستفيد من روحي، وأنت تستفيد من روحك، وهو يستفيد من روحه. تتعلم من أخطائك، تتعلم من أخطائك براك بتجاربك الحياتية، تغلط وتتعلم، وانت أحسن من يعلم نفسك. ده اللي أنا بشوفه. لما ده في الرؤوس يا إيلي، لما ده في الرؤوس. لكن أنا بشوف إنه أنا عن نفسي عمري ما أجي أديك عني سر حقي عشان انت ولا انت تستفيدي منه. أنا ما تلفزيون ليك عشان تتفرج في مشكلتي. عندي مشاكل، لكن ده سر حقي، ما بدي لي زول نهائي نهائي. وبفضل انه انت ولا انت عندك مشكله تحتفظ بها ما داري اعرفها. لانه بالمناسبه نفسيات البشر غريبه. وانس الليله بكره انا عرفت عنك مشكله، في ناس احترامهم لك ذاته بقل على فكره. وانس انا جيت عرفت ايه اللي دي مثلا راجله بدقه، ولا انت لو رجل مرتك بتعمل لك واحد اتنين تلاته،
نظرة الناس صدقني لك ما بتكون إياها، بيحتقروك، بيعتبروك زول كده ما عارفة. لكن أنا بفضل صراحة prefer إنه أنا زول حتى ولو بعيز ولا بتاع، إلا ناسي الشديد اللي هو ناس بيتنا، أختي أمي، ناسي الشديد. حتى مرات في درجة من القرابة بنات خالات شنو كده ده ذاته ما تعرف حاجاتهم أحسن، ما في داعي، ما في داعي.